دقيقة أكثر. تحت التصفيقات كل لاعب ياخذ في ميداليته، لأن كل لاعب كان له دور، كل لاعب ساهم بطريقته في تتويج الوفاق. هذا التتويج المحلي في انتظار تتويجات أخرى قد تكون قارية وغير جديد. خير الدين مضوي هو الآخر سيحظى بالتتويج. هذا هو فريد ملولي قائد الفريق الذي رفع الكأس الغالية الشامبيونز ليج بالصيغة الجديدة سنة 2014. زيتي خوتير واحد من اللاعبين الأقوياء على الجهة اليمنى. هذا اللاعب بدران المدافع طبعا منحل حدوش زكريا منحل الشال لوالي الولاية. وقروة أو عميري هو الآخر كان رائعا وممتازا. بكير أو الحارس الثاني في تشكيلة الوفاق وبركي خيري تحت هذه الآزيج وهذه الأغنية الشهيرة سيد الخير عمر الحرار. ترباح الكحلة وترباح الكحلة سيد الخير عمر تفضل الميكروفون. سيد الخير عمر الحرار ترباح الكحلة ونهدي لي زهرة. فعلا لأنه أغنية تاريخية. كل صنع مجد الوفاق بطريقته، وتحية حتى للفنانين الذين تغنوا بالوفاق. ونحن احتفلنا بالعيد الوطني للفنانين التي صادف 8 من جويل. تحية لكل فنانينا إن شاء الله والمزيد من التألق. وبالتالي الأغنية الرياضية هي الأخرى ساهمت في هذا الحماس وزادت من رونق وروعة التتويجات. وخاصة هذه الأغنية يعني مشهورة عند الجمهور الصايفي بصفة خاصة من زمان الكحلة وبيضة يعني. نعم، وهذه مرتبطة بتتويج الفريق بكأس إفريقيا في سنة 88. سنة 88 تصوروا أن منذ سنة 88 لم تحل ولم تزل هذه الأغنية التي أرقصت على أنغامها أنصار الوفاق من مختلف فئاتهم، من شيوخ وعجزة وأطفال وشباب وغيرهم، الكل يردد وراءهم. استمتعوا بهذه الأغنية لبضع ثواني. أنا ما أقول لكم هو طفل صغير طبعا يرقص هذه الرقصات. أنصار الوفاق ينتظرون تسليم درع البطولة بعد أن سلمت الميداليات لكل اللاعبين الذين يلتقطون الصور التذكارية باللقب الثامن هو السادس والعشرين في خزائن الفريق. 9 كؤوس للجمهورية، 8 ألقاب وطنية، 4 منها محترفة. كأس افريقيا، كأسين افريقيتين، واحدة سنة 88 والتشامبيونز ليج، بالإضافة إلى السوبر كوب الافريقي امام الاهلي المصري، بالإضافة إلى ألقاب شمال افريقيا، 3 ألقاب، لقبين لكأس رابطة أبطال العرب. هذا إن دل على شيء إنما يدل على عراقة هذا الفريق، وإنما يدل ربما على عشقه للتتويجات وعشقه للألقاب، شأن شبيبة القبائل وشأن مولودية الجزائر. إذا كانت الشبيبة قد توجت بألقاب عدة واحتفظت بكأس الكاف، فإن ل3 مواسم متتالية وتبقى الأكثر تتويجا إفريقيا، فإن المولودية كانت قد فتحت باب التتويجات. نتحدث عن التتويجات الإفريقية ونحن في تتويج محلي، لأن باب التتويج المحلي يفتح باب التتويجات القارية.
على مصراعيه فيصل صفيح. نعم، نظن في البداية يعني تكون بطولة محلية وين يعني طبعا هذا هو درع البطولة، الدوري الجزائري. حسن حمار وعبد المؤمن جابوا القائد، قائد الكحلة وبيضاء، يتسلمان درع البطولة الوطنية. حسن حمار حتى هو يستحق الثناء ويستحق التقدير على ما قدمه لهذا الفريق في منذ سنة 2011 على رأس العارضة أو على رأس رئاسة الفريق. 8 ألقاب كاملة حصل عليها حسن حمار. عبد المؤمن جابوا، والصور تصلكم أيها السادة والسيدات من ملعب 8 ماي 45، تتويج الوفاق بلقب الدوري الجزائري. مبروك على عبد المؤمن جابو وعلى زملائه. ملف البطولة طوي في انتظار الكاس والحوار الذي ينتظرهم أمام مولودية الجزائر في 24 من هذا الشهر. يرفع عاليا يرفع عاليا يرفع عاليا بطريقة ممتازة، حتى أنه الألعاب النارية ربما نفدت، وإلا لكان وقتها من أجل الاحتفال بصورة أجمل فعلا في هذه اللحظات. الألعاب النارية هنيئا للوفاق. عبد المؤمن جابوا فعلا فيصل صفيح كلمة مختصرة. يعني قلت لك يبدأوا جميع الفرق يعني من الجولة الأولى هم يعني في التنافس، يعني مباراة بمباراة، حتى يعني في الأخير يتوج فريق واحد يعني ويكون هو بطل. نتمنى يعني أنه تسود يعني كما قلنا الروح الرياضية والنزاهة والله في خلال الموسم الرياضي، وينزلوا يعني الفرق، والفرق اللي ينزلوا يعني مش نهاية العالم، يستطيعوا يعني كما يقولوا إعادة ترتيب البيت والعودة إلى القسم الأول. شكرا لك فيصل صفيح المستشار والمدرب في كرة القدم. طبعا لم يبقى لي أيها السادة والسيدات سوى تقديم التشكرات لكل من ساهم في هذا العرس الكروي الرائع من ملعب الثامن 8 ماي 45 والحافلة الرقمية جديكات التي قادها الزميل المخرج هيكل قسمي لكل سكان الولاية المضيافين. طبعا فيه جولة أخيرة ستكون فاصلة في تحديد هوية النازل إلى القسم الثاني. إلى ذلكم الحين أيها السادة والسيدات استودعكم، إن شاء الله نلتقي في فرص أخرى بحول الله. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. صحة سحوركم، سلام، ولا تنسوا موعد الغد بداية من 10 ليلا على القناة الأرضية ومباراة المنتخب الوطني أمام الطوغو. سلام.